اوكي. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبأتم الصحه والعافيه. عواشركم مبروكه، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا هذا العيد هذا بخير وعلى خير. اسمحوا لي ما قلت لكمش عواشر مبروكه صراحه، حيت ما درتش الفيديو قبل، ولكن معليش. المهم قلتها لكم بعدا مبارك العواشر. اوكي، ما علينا. نبداو بالفيديو ديالنا ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي صراحه ما كنتش باغي ندوي عليه، ولكن بقوه يعني البشاعه ديال الفيديوهات اللي كيطلعوا عليا كل مره، وبقوه يعني فهمتي الحاجه اللي فاش كتضرك ضروري كتبغي تدوي عليها. فقررت اليوم غادي ندوي لكم على الموضوع ديال نائل. غادي نجمع لكم كاع المعلومات في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، باش غادي نفهموا ان شاء الله القصه ديال هذا الدري هذا وشنو طرا ليه كامل، وغادي نعرفوا علاش الدري تقتل وشنو السبب اللي خلاه يعني يموت بهذه الطريقه هذه البشعه. اذا كنتي مهتم بهذا الفيديو هذا اولا بهذه المعلومات اللي غادي نبارطاجيهم في هذا الفيديو هذا، ما تنساش تكمل الفيديو حتى الاخر. كان معكم اسامه، تلاقاو مورا الانترو. اوكي، نبداو القضيه ديالنا على شكل قصه. كتبدا القصه ديالنا مع واحد الدري اللي سميتو نائل المرزوقي، السن ديالو تقريبا 17 سنه. هاد الدري هذا كان عايش مع مول اللي سميتها مونيا في باريس، العاصمه ديال فرنسا. عادي، كان خدام هو في الدليفري، يعني كيليفري المأكولات، داكشي ديال الفاست فود. كباقي الايام يعني الروتين يوميا عادي، كيفيق في الصباح يمشي، يفيق في الصباح يخدم ويرجع بالعشيه. هو اللي عنده مهمته يعني كيصرف وداك الشيء. فيعني كان خدام يعني صراحه يعني هز راسو، هز الوالده ديالو. واحد النهار يعني من الايام عادي ناض هاد الدري هذا. فاش كان غادي قبلاتو الام ديالو وسلم عليها، قالت لها ولدت حضي راسك وتهلا في راسك، وهو كذلك سلم عليها وقال لها وقال لها كنبغيك امي، وخرج من الباب. شد نائل الطوموبيله ديالو بقى سايق باش يمشي للخدم. في الطريق ديالو داز في واحد الطريق اللي انتردي، ولسوء الحظ ان الطريق اللي داز منها كانوا فيها البوليس. فنائل مع الخلعه وما عارف ما يدير، حيتاش ما عندوش ورق السياره، يعني ما عندوش البيرمي. فهو ماشي ما عندوش، ولكن هو راه دايرو، ولكن مازال ما خرجلو، يعني ماشي ما عندوش الرخصه السياقه، ولكن ما معاش هو ديك الساعه راه ما كانتش معاه الرخصه. فما لقى ما يدير تستريسا، هذا بغى يطور الرويض باش يقلب طوموبيله ويهرب، لحقاش ما عرف ما يدير. بالسلاح ديالو حطوا ليه على راسو وبغى يخرجو. نايل بغى يهرب الطوموبيله، بغى يزيد بها لقدام كيف ما كتشوفوا في الفيديو، ولكن البوليسيين فوا شافوا دار ديك الحركه ضربوا بالسلاح ديالو، ضربوا عليه وجه ديال الابط. اخترقت له يعني اخترقت هاد المنطقه هذه ومشات له القفص الصدري ديالو. لسوء الحظ واخا جاو الاسعافات يعني وداروا كل شيء، ولكن الدري مات لحقاش كانت رصاصه قريبه منه بزاف وكان السلاح قوي. ف هاد العوامل كامله يعني اثروا باش انه الدري يموت. يعني كان هذه الطريقه باش مات. اوكي، كرأي شخصي ديالي انايا كنشوف بان البوليس ما خصهمش يخدموا السلاح نهائيا يعني في المخالفات ديال المرور، الا في بعض الحالات، منهم حاله ديال الدفاع عن النفس. اما في حاله ديال المراهق نايل، ما يعني انا كنشوف بان السلاح ما خصوش يستخدم كاع، لحقاش الدري ما دارش شي حاجه يعني اللي كتخالف القانون اولا. ما كنهضروش حنايا على داكشي ديال السير ابار، كنهضروا شي حاجه كتخالف القانون، انه بغى يهاجم البوليسي اولا بغى يدير شي حركه يعني اللي ماشي هذيك. فيعني داكشي عادي كيوقع هادشي وعادي. والدري يعني بالغريزه انه بغى يهرب، ما عندوش الوراق مثلا كاع كون بغى يطبق فيه شي اجراء كاع اللي العنف، فقط اكتفى في الضرب ديالو وبارك صافي، ما يزيدش يعني يجبد السلاح ديالو ويضربو ويصدق يعني طاري هادشي كامل. بالمناسبه يعني في هاد الوقيته هادي راه فرنسا مرونه مقلوبه، السوبر مارشي مرونين، يعني الاماكن العامه كلشي يعني دابا كاين الحرائق. حاليا دابا راه كلشي كيتحرق، كلشي يعني كاين مظاهرات، احتجاجات، داروا مسيره بيضاء. احد الله يعني داروا مظاهرات ديال بصح يعني باش ما يبقاش هذا العنف هذا كاين. خصوصا ان كاين واحد الطائفه من الفرنسيين اللي كينتمي الحزب اليميني، اللي يعني ما يحملوش العرب بصفه نهائيه والمسلمين. بغض النظر على هذا الشيء، خرج ايمانويل ماكرون بواحد التصريح يعني فين كيقدم يعني الاعتذار ديالو
العائله ديال نايل طبيعه الحال باش يهدأ الاوضاع. و يعني قال في واحد الحاجه في التصريح ديالو، يعني ان ما خصش يكون هاد الفوضى هادي كامله في فرنسا، وما خصش يكون هاد الروينه هادي، ويعني هما راه غادي يتحاسبوا على هادشي وغادي يكونوا مسؤولين. هادشي كامل غادي تسمعوه في الفيديو. بحال مبابي اللي خرج هو كيقدم الاعتذار ديالو في واحد التغريده في تويتر، قدم يعني الموقف ديالو تجاه فرنسا في هاد اللحظه هادي، كيقدم يعني التعازي للام ديال نايل، لحقاش عارف الشعور ديال ان يموت لك شي واحد بشي سبب يعني اللي ماشي شي سبب اللي تافه وغير منطقي كاع. كخلاصه ديال الموضوع، انا مؤخرا كنت شفت واحد القصيص فرنسا يعني بغاو يمحيو الاسلام نهائيا، داكشي علاش ولا يعني هاد الروينه هادي. يعني كان قال لهم بلا هاد الاطفال كاملين اللي في هاد الكنيسه هادي من بعد راه يكبروا غيوليو مسلمين. علاش؟ لحقاش يعني في المجتمعات كاملين وين كنشوفوا يعني الاسم ديال محمد كتير، الاغلبيه كيدخلوا الاسلام، الاسم ديال الله كيتذكر بزاف. يعني المدن مصليه غير بهذا الشيء، فراه خاصنا نوضو نتحركوا. فقال لهم خاصنا ندير واحد الخطه من الغدلين، نبداو في واحد الخطه اللي جديده واللي قرر فيها انه يعني يحاول يبدل يعني هذا الشيء، ويحاول يحيد الاسلام يمسحوه وينشروا يعني المسيحيه ديالهم. فراه اش غنقول لكم، راه في نهايه المطاف راه من علامات الساعه الكبرى بغاو لك راه انتشار الاسلام راه هو اللي غادي يسود العالم كامل. يعني ما غاديش ما يمكنلكش تبدل القضاء ديال الله والقدر ديالو. فراه يعني الانسان واحد الحاجه اللي ضعيفه بالنسبه لله سبحانه وتعالى، راه يبغى يحقق في الثانيه. اخيرا يعني غادي نبغي نقول لكم بلا يعني يعني هاد المأساة هادي اللي طرات يعني ماشي اول مره. المأساة هادي اللي طرات يعني ماشي اول مره غادي طرا، راه ديما كنسمعوا بزاف. فيعني وحده كتنسيك في الاخرى. من هذا المنبر كنبغي نوجه تحيه كبيره للشعب الجزائري، الاخوه ديالنا المجاورين. الصراحه يعني وقفات الرجال لا من البلد ديالهم لا من البلد ديال فرنسا مع الطفل نايل، وما خلاوش هادشي يعني دوز مر السحاب، يعني كالاحداث اللي وقعوا قبل، بحال حدث السخريه من الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان فيه ضجه كبيره حتى هي. فيعني حنايا يعني ما كنبغيوش نوصلوا لديك الدرجه الحقد. المسلمين كيبغيوش يوصلوا لدرجه الحقد يعني ما بين البلدان، ولكن يعني كيف ما كتشوفوا نتوما كل مره هما خارجين بلان جديد، وكل مره خارجين بحاجه جديده. فاسال الله السلامه والعافيه، وكتمنى يعني الاحوال يعني تهدأ شي شويه، وما يبقاوش هاد الصراعات والحروب بين البلدان، يعني بقى هاد الفساد وهاد الشيء كامل. فلا وصلتي معايا لهاد اللقطه هادي في الفيديو يعني كنسميك انت هو الهيرو ديال الشين. كنشكركم من قلبي بزاف. اتمنى من اي واحد يعني شاف الفيديو وصل معايا حتى لهاد اللحظه هادي يدير لايك ويشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالو باش يزيد ينتشر. كان معكم اسامه، الى الفيديو القادم.